ازيكم يا رجالة؟ النهاردة ان شاء الله هنصور اول فلوج لينا. هناخد مع بعض النهاردة تمرين البول. اتمنى ان انتوا تستمتعوا، والاهم من ان انتوا تستمتعوا انكم تستفادوا بجد. طبعا سخنا كويس. هنبدأ اول حاجة على جهاز اللي هي البول داون. طبعا اقسم بالله الفلوج ده عشان يتصور انا جاي الجيم الساعة 2 بالليل عشان يبقى فيه فرق كده. اكتر مشكلة بتجيلي او وعامة بشوفها دايما في الناس اللي بتتدرب في الجيمات، مشكلة عدم الاستمرارية. خلي حرفيا اللات عندك بتولع. بسم الله. اكتر سؤال بيجيلي دايما من الناس اللي بتتمرن معايا، مشكلة عدم الاستمرارية، عدم الالتزام عموما، العلوية من الآخر. يعني بحس إن البني آدم لما بيفشل مش هو البني آدم اللي مش بيتمرن، لأ، البني آدم اللي بيتمرن له أسبوع ويختفي شهر. والله خدها مني يعني نصيحة، هو جسمك مش محتاج معجزة عشان يتطور، هو جسمك بس مش محتاج غير صبر واستمرارية، بين قوسين يندمجوا تحت بند الالتزام. طبعا احنا داخلين 3 أشكال اللاتس. أنا عاملها، أنا بتمرن عضلة مرتين في الأسبوع، بوش بول ليج، وبدمج في النص التاني من الأسبوع أربع، يوم بنج وظهر، واليوم التاني كتف ودراع. ولو فيا حيل الصراحة باخد رجلي، ده لو قادر، عشان أنا الصراحة مبحبش تمرينة الرجل بس بتمرنها عافية. خليني أقول لك ليه الناس مش بتكمل. آه لأن أغلبية الناس بتبقى داخلة بحماس زيادة، حماس أوفر، داخل بقى أنا عايز أدخل، وبص الحماس والأدرينالين ضاربين معاه في السما. يدخل هو عاوز نتيجة سريعة، عاوز في شهر شهرين أنا يطلع من هنا على أولمبيا على طول. فلما النتيجة بتتأخر الحماس بيقع، فتقوم مبطل. خليني أقول لك الحقيقة اللي أغلبية الناس محدش بيقولها لك، أو لو حتى أنت ممكن ما تكونش عارفها، محدش بيكون متحمس كل يوم. أنا ذات نفسي باجي التمرين يجي عليا أوقات قسما بالله أنا ولا طايق الجيم ولا طايق الحديد ولا طايق حاجة اسمها تمرين. يجي عليا وقت مش طايق الأكل أصلا، ولا طايق الطيب، ولا طايق، مش طايق حاجة. بس اللي بيفرق واحد عن واحد إن في واحد بيكمل وفي واحد
يكنسل من اولها، مع اول ما يبتدي بس الحماس بتاعه يقل يبطل. فانت لو هتستنى كل مره عشان تبقى مبسوط او عشان يبقى ليك مزاج انك تتمرن، عمرك ما هتكمل ولا عمرك هتعمل حاجه. هناخد بعد كده ترابيس. كده احنا خدنا 3 اشكال للظهر، هناخد واحده للترباس. اهم حاجه وانت بتتربس ما تعملش كده، حاول ما تمرجحش نفسك، لا ارمي نفسك سنه لقدام واسحب الترباس لفوق. اهم حاجه اطلع بالراحه وانزل بالراحه خالص. عايز اقول لك ان الحماس عدو الالتزام. بمعنى الحماس هو بيديك الدفع، هو اللي بيخليك تبدأ، انما الالتزام غير. الالتزام هو اللي بيخليك تكمل. هو وقت ما انت ما بيجي ما يكونش عندك شغف ومش قادر تتمرن، الشغف بتاعك بيقع، الالتزام هو اللي بيخليك تروح. اعمل الحاجة اللي انت مش حاببها وبعد ما تخلصها هتحبها. ومن الحاجات اللي بتفرق قوي انك تتمرن بعشوائية. اعمل لنفسك جدول، او خلي مثلا الكوتش اللي عندك في الجيم يعمل لك جدول، او نشوف يا عم جدول هناك. بس الفكرة انك انت تكون عندك جدول ماشي بنظام، ما تمشيش بعشوائية. ليه؟ الجدول بيعمل ايه؟ الجدول بيخليك ان انت انا النهارده مثلا عندي بوش، او النهارده مثلا عندي بنج وظهر، او النهارده مثلا عندي ابر. هو بيخلي ببقى عارف ان انا عليا ايه. غير مثلا وقت ما يكون ليا مزاج، وقت لما يكون مش عارف ايه، مش هتلتزم. خلي عندك خطة وبلان ماشي بيه هتوصل. عمر ما في حد وصل بشكل عشوائي. شوف اي حد وصل هو كان عنده بلان وماشي عليها. عمر ما في حد بينجح بالعشوائية. كده احنا خدنا الظهر وخدنا الترباس، هناخد بقى شكل الكتف الخلفي. حاول على قد ما تقدر وانت بتلعب ان انت ما تتنيش كوعك عشان ما تقللش الحمل كله من على الكتف. عايز اقول لك ان في ناس بتسيب التمرين عشان مش لاقيه نتيجه. بس اللي انت لازم تفهمه ان النتيجه بتتاخر عشان انت ذات نفسك مش ثابت، انت مش مستمر. العضلات بتتعب بسرعه بس التطور بتاعها بيبقى بطيء، فانت لازم يكون عندك صبر وطولة بال عشان توصل، عشان تعمل اللي انت عاوزه. خد المثل ده عموما في اي حاجه او على اي حاجه في الحياه. هي ميزه الجيم، في ناس دايما بشوفها تقعد تقول لك هو اللي بينزل جيم ده لازم يبقى ناجح في الحياه. يعني مجرد ان انت مثلا حد بتعرف مثلا، لا، هو الجيم بيعلمك حاجات كتير لو طبقتها في الحياه هتنفعك. هو رقم واحد هو بيعلمك الالتزام، بيعلمك الصبر. الالتزام والصبر ده انت لو خدته حطيته في اي حاجه، سواء في بيزنس، سواء في مشروع، سواء في علاقه، سواء في شغل، اي حاجه حطيتها فيها التزام وصبر هتعمل فيها نتائج جباره. والناس اللي انت بتشوفهم اقوياء، الناس اللي انت بتشوفها بتشيل اوزان خمسينات وستينات، والله العظيم كلها كانت بتبدا بالاتنين كيلو ونص. بس الفرق عنك وعنه ايه؟ ان هو استمر. اللي وصل مش قوي زي ما انت متخيل. اللي بيوصل مش اقوى واحد، انما اللي بيوصل في اللعبه ديت هو اكتر واحد بيصبر.
اكتر واحد بيتحمل، اكتر واحد بيلتزم حتى لو مش لاقي نتيجه. لا، كمل. دخلنا كده في تمرينة البول النهارده، خدنا الظهر وخدنا الترباس وخدنا كتف خلفي، فاضل لنا اخر حاجه معانا الباي. من الحاجات برضو اللي بتعطل الشباب احيانا وبتخليهم يكسلوا، فكره انك تتمرن مع صاحبك. بص، عشان عارف في ناس هتقول لك لا، اتمرن مع اصحاب، يكون لك صاحب يشجعك، تخشوا اوزان وتتحدوا بعض والروح والحماس. انا معاك في كل ده تمام. طب انت دلوقتي صاحبك عنده مشوار، هتعمل ايه ومش جاي؟ خلاص، طب انا هروح اتمرن وهسبقه بيه. لا، فانا هكسل، فانا ايه، خلاص انا مش هروح النهارده، انا مش هروح النهارده وهاجي بكره نتمرن مع بعض. يجي بكره يجي لك انت مشوار، يجي لك ظرف، فدي كده بدل ما ضيعت يوم ضيعت يومين. خدها قاعده، ما توقفش تمرينك على حد. يا عم في حد بيتمرن معاك تمام قشطه، مفيش مشكله. طب مفيش، ما توقفش تمرينك على حد، ما توقفش عموما حياتك على حد في اي حاجه. والله يا باشا انت راجل قطر ماشي في طريقك، اللي بيكمل معاك تمام، اللي عايز ينزل نزله، كمل انت، ما توقفش حياتك عشان حد. كذلك طبقه في التمرين. ايه يا صاحبي، ايه مش جاي النهارده؟ لا والله مش جاي. خلاص تمام قشطه، انا هتمرن. وروح يا باشا خد تمرينتك، ما توقفش تراجع حد. الحته دي اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كمان مره، انا في ناس، يعني في ناس بتتمرن عندي هنا في الجيم وحياة ربنا، يا ابني ما بتجيش ليه؟ اصل انا كنت معتمد على فلان صاحبي وهو مش عارف عنده شغل وما عرفش يجي، اصلي مش عارف فلان كان بيدعولك، اصلي مش. طب ماشي يا عم، انت مالك؟ كمل. انت هتوقف نفسك ليه؟ عايز يجي يا عم يجي، مش عايز تعال انت خد تمرينتك وخلص. فدايما ما توقفش نفسك عشان حد، ما توقفش البوينت بتاعتك، انت مكمل. بلاش علوية. هناخد اخر شكل للهواية، هناخد ايه؟ شواكيش، وكده هنكون فنشنا التمرين. بسم الله. حاجة تاني عاوز اعرفها لك، فكرة ان انا مثلا، انت وقعت يوم مثلا النهارده الاربعاء مثلا، فانت وقعت الاربعاء. طب بص بقى، لا، انا هفوت الخميس والجمعة وابدا بقى من اول اسبوع بداية جديدة. نبدا بقى من اول اسبوع بداية بقى طرش. لو عاوز تعمل حاجة اعملها في وقتها. يعني مثلا انا النهارده انا كنت في مشوار وراجع الساعة 12 ونص بالليل، ومش قادر ولا قادر اتمرن ولا قادر اصور، بس انا حاطط في حسابي انا هصور النهارده خلاص. لان دايما الظروف مش هتكون في صالحك، اوقات هيطلع لك خوازيق من حيث لا تعلم، بس الفكره ان انت تلتزم وتكمل مهما كانت الظروف وحشه والظروف مش مساعداك. اصل انا برضه هكون معاك واقعي، مش هقول لك ان الدنيا كلها هتبقى وردي وهتبقى بيس. لا، احيانا في ظروف هتحصل لك وانت يا عم تعبت، جالك مرض، حصل عندك ظرف بتاع، ما توقفش. في كل الحالات كمل.
قبل ما اقفل، اكتر حاجه بقى ممكن تضيع كل المجهود اللي انت بتعمله لو انت واحد ملتزم، حته المقارنه، انك تقارن نفسك دايما بغيرك. اكتر حاجه حرفيا انت بتذبح نفسك بسكينه تلمه لما بتقارن نفسك بغيرك، حرفيا بتذبح نفسك بسكينه تلمه. انت كل واحد ليه طريقه، كل واحد ليه ظروفه، كل واحد ليه ظروف عكس التاني. يعني في واحد ممكن الظروف بتاعته تبقى مهيئة له ده، في واحد ممكن يكون بادئ من قبلك بكتير، فانت تيجي تقارن نفسك بيه ازاي؟ انت يا عم ماشي، ممكن انت ظروفك مكانتش مساعداك، مثلا انت واحد بتشتغل وبتدرس وبتتمرن، مثلا واحد حالته المادية كويسة فهو ما وروش حاجة في حياته غير التمرين، فانت تيجي تقارن نفسك ده ازاي؟ معلش انت واحد مثلا بقالك 6 شهور سنة في اللعبة، فأكيد أدائك وشكلك وأوزانك مش هتكون واحد بقاله 10 سنين بيلعب، بقاله 5 سنين بيلعب. ما تقارنش ده بده، بتظلم نفسك. الحاجة الوحيدة أو الشخص الوحيد اللي تقارن نفسك بيه، قارن نفسك بنفسك، قارن نفسك بنفسك امبارح. انت اول ما بدأت كنت ازاي، وبعد شهر بقيت عامل ازاي، بعد سنة بقيت عامل ازاي. انت لو عاوز تطور او عاوز تنافس حد، ما تنافسش حد غير نفسك، ديت حطها في دماغك هتكسب. والله انت لما تنافس نفسك اقسم بالله انت ما حد هيقدر ينافسك. خدها قاعدة، لما تنافس نفسك محدش هيقدر ينافسك. ليه؟ انت ما تنافسش حد، انت ما بتخشش مقارنات مع حد، لا انت بتقارن مع نفسك، انت بتعلي على نفسك، انت بتطور من نفسك. ففكرة المقارنة ديت والله العظيم قتالة. بكده التمرينة تكون خلصت والفلوج يكون خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وتكونوا استمتعتوا، واكون قدرت ان انا اسيب لكم رسالة او اكون فدتكم باي حاجة. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش تشترك في القناة وتعمل اللايك والشير. اشوفكم في تمرينة جديدة.